عذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن والسنة، ويجب الإيمان بهما، ويلحقان الروح والبدن معا، وقد أجمع على ذلك أهل السنة. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. وهناك 5 أصناف من الناس لن يعذبهم الله عز وجل في قبرهم وهم آمنون من فتنة القبر وأهواله. الصنف الأول: من داوم على قراءة سورة الملك في كل ليلة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. الصنف الثاني من الناس الذين لا يعذبون في قبورهم وهم آمنون من أهواله: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فمن مات في هذا اليوم أو في ليلته كان ذلك علامة على حسن خاتمته ووقايته من فتنة القبر. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر. الصنف الثالث: من مات بسبب داء في بطنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة. وروى الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. الصنف الرابع: من مات مرابطا في سبيل الله. والرباط هو الإقامة في الثغور، وهي الأماكن التي يخاف على أهلها من أعداء الإسلام، والمرابط هو المقيم فيها
المعد نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وإخوانه المسلمين. وكل مسلم هو في المكان الذي يعمل فيه هو مرابطا في سبيل الله، يجب أن يتقن عمله فيه. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أي أمن من سؤال الملكين في القبر. وروى الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. الصنف الخامس من الناس الذي يأمن من عذاب القبر وأهواله الشهيد في سبيل الله. فقد روى النسائي في سننه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فاللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر.